عندك ازايز من دي فاضيه كتير جدا ومش عارفه تعملي بيها ايه؟ النهارده جايبالك فكرتين اتنين روعه تستغليهم في مطبخك وهتعتمديهم على طول. اول حاجه، اكيد كلنا بنحب نعمل النسكافيه وطبعا ما بيطلعش معانا بوش او بمعنى اصح ان احنا يعني ايه، ما بنحبش نتعب نفسنا ونضرب بالمضرب الكهرباء والكلام ده. فانت هتجيبي ازازه صغيره، هتحطي فيها كيس النسكافيه بتاعك وهتحطي فيها معلقتين السكر وهتزودي الميه، وتمسكي الازازه الصغيره وتفضلي ترجي فيها كتير جدا لحد ما يوصل الوش اللي انت عاوزاه او الفوم اللي انت عاوزاه، للقوام اللي انت بتحبي تشربي بيه. زي ما انت شايفين كده هترجيها كويس جدا مرة واتنين وتلاتة لحد ما تعمل الفوم بالشكل ده. فكرة سهلة وبسيطة جدا. شايفين الفوم عامل ازاي؟ دلوقتي هتفضي الفوم في قلب المج بتاعك وتزودي اللبن او تزودي المية حسب اللي انت بتحبيه. ممكن تزودي شوية مية صغيرين في قلب الازازة وترجهم في الازازة تاني عشان تفضي بقية الفوم. شايفين الجمال؟ طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. اتمنى انها تعجبكم وهتعتمديها في مطبخك. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتيش وفعلي الجرس عشان تتابعي معانا كل المعلومات الجديدة اللي هنقولها. فكرة بسيطة وسهلة جدا. شايفين جمال الفوم عامل ازاي؟ ما خدش مني دقيقتين. الفكرة التانية، اكيد كلنا بنجيب جيركن الشاور وبيبقى عندنا اطفال وبيبهدلوا جيركن الشاور في الحمام لان بيبقى تقيل عليهم ان هم يشيلوه. هتجيبي ازازه صغيره كده وهتخرميها من فوق خرم بسيط خالص زي ما انت شايفه كده. وممكن برضو تستغلي ازاز الكاتشب والمايونيز يعني تحطي فيهم برضو الشاور كده، يبقى خفيف وسهل الاستخدام في ايد اولادك ويقدروا يتحكموا في كميه الشاور اللي بيستخدموها. طريقه بسيطه جدا، بس انا حقيقي ما كانش عندي ازازه المايونيز والكاتشب عشان ان انا ايه احط لكم فيها، فاستغليت الفكره دي. افكار سهله وبسيطه جدا، اعتمديها وهتوفري كتير جدا في بيتك وفي مطبخك. شايفين؟ فكره ولا اسهل من كده. اتمنى ان الفكرتين يكونوا عجبوكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك.